السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى نعمل طاجن ملوخية ملوش حل. احنا بنحب الملوخية جدا وبنحبها جنب اكلات كتير. هنا هنعملها بالجمبري، انا كنت عاملاها مع الجمبري والكابوريا اللي كنا عاملينهم في الفيديو اللي فات. هنجيب بصلاية كبيرة وهنبشرها وهننزل بيها في الزيت، والزيت يكون سخن يا دوبك، بس هنقلبها تقلبتين. واول ما تبدأ تتشوح هننزل بنص معلقة كبيرة توم مفروم، التوم ده برضو متفرز. وبعد كده هنجيب طماطمية كبيرة وهنبشرها وننزل بيها ونسيبها بقى مع بعض لمدة مثلا 10 دقايق كده. هنغطي الحلة ونسيبها على نار متوسطة، واول ما يندمجوا مع بعض هننزل بالجمبري ونديله بس تشويحة خفيفة كده، هو مش بياخد سوا ابدا، بيستوي على طول. وهننزل عليه بشوية فلفل اسمر وشوية كمون. وهنا بقى نزلت بالمية، انا ما حطيتش شوربة جمبري، انا نزلت بالمية بس. المية مع الجمبري هتعمل شوربة لوحدها. هنسيبه بقى يغلي غلوتين وبعد كده هننزل بالملوخية. انا الملوخية اللي انا نازله بيها دي ملوخية متفرزة عندي، مش بنحط مية كتير على فكرة، احنا بس بنحط شوية مية صغيرين في الاول وبعد كده بنبدأ بقى نظبط القوام بتاعها. هنا احتجت شوية مية كمان، المية دي مية مغلية برضو من الكتل. وهنحط شعرة بيكربونات صغيرة خالص عشان بس تفضل محتفظة باللون بتاعها الاخضر، وما ينفعش نخليها تغلي كتير ولا ينفع نغطيها. هنا انا كنت نزلت بطشة الملوخية بس الكاميرا كانت فصلت. هنا بقى انا خدت الصدمة بجد. طشة الملوخية كانت عبارة عن معلقتين كبار سمنة فلاحي ومعلقة كبيرة توم مفروم ومعلقة كزبرة ناشفة وبس كده.